هنا راديو الزمن الجميل. نعيد إليكم سحر الإذاعة ودفء الذكريات بصوت الزمن الجميل. استعدوا للاستمتاع بمسلسل إذاعي من كنوز الفن المصري الراقي. مطلوب خدامة. مطلوب خدامة، تمثيلية من إخراج فايز حلاوة. يا ربي، وبعدين بقى يا مجدي انا طهقت من العيشة دي اللي تقرف. وانا بس هعمل لك ايه يا حبيبتي؟ اديني على رأي المثل عامل زي الطور اللي بيدور الساقية، عينيه متغمية وعمال يدور زي النحلة. هي الدنيا دي يا حبيبتي بقى فيها راحة ابدا؟ لكن انت المفروض انك راجل اتخلقت للتعب والشقة، وانا واحدة ست اتخلقت عشان استريح واتمتع بالدنيا واحس بجمالها، مش اصبح من الفجر ولا على الوابور واعمل شاي واجهز الفطور وبعدين انزل اركب الترماي واوصل للشغل وتستلمي البوسطة وتأيديها وتسركي الصادر والوارد وتقدمي الاوراق للعرض على سيادة المدير. وايه كمان؟ هادي انت عارف. يا سلام، وانا بقى قاعد على القهوة وحاطط رجل على رجل وعمال اشرب دي كازوزة ودي قهوة ودي شيشة انت بتتريق عليا يا مجدي؟ مش عاجبك كلامي؟ لا العفو، لا ايه العفو الكبير يا ست وفاء. انا لا سمح الله اقدر. المهم فضنا بقى من الكلام ده. ايه ونفضنا ليه واحنا ورانا حاجة؟ هو الكلام ده بطال؟ ما هو عال اهو وزي الزفت. انت زعلت يا حبيبي؟ لا ابدا ايه بالعكس، ده انا حتى مش عارف مبسوط ليه النهارده قوي. لكن انت مكشر يا حبيبي. لا يا ست ما تاخديش في بالك، لا انت لازم تعبان يا مجدي، انت اشتغلت كتير النهارده. لا ابدا مفيش غير 3 قضايا جنح اترفعت فيهم وجناية كده بسيطة. ايه، قتل؟ لا مخدرات. يا ساتر، وايه كمان؟ وخدي عندك كمان يا ستي محضر بوليس محترم يا خبر، ايه ده كله؟ امال بتقول انك ما اشتغلتش ازاي؟ اعمل لك ايه يا ست هانم؟ اعمل لك ايه اذا كنت جايه تشتكي لي من ركوب الترماي مرتين في اليوم، مره الصبح ومره الساعه 2 و3 4 جوابات بتسركيهم وورقتين للعرض على سياده المدير. لكن انا بتعب في الشغل يا مجدي. يا ستي هو في حد في الدنيا ما بيتعبش من الشغل؟ امال هم سموه شغل ليه؟ انا عارفه، عشان متعب يا ست هانم. عندنا الاحكام يا ستي بيقسموها نوعين، احكام عاديه واحكام مع الشغل. ايوه، لكن الشغل في السجن غير الشغل بره. ايوه لكن النتيجه واحده، اهو كله شغل كله تعب. الدنيا كده ما فيهاش راحه ابدا. لكن انا بتعب من الشغل يا مجدي، وانت عارف ان كلها اسبوع بالكتير ويبقى عندنا طفل، هنعمل ايه بقى معاه؟ ولا تزعلي يا ستي، وقتها يحلها ربنا. يعني هيرزقنا بالعيل ومعاه خدامته؟ يا ست هانم، لما يرزقنا ربنا بالعيل نبقى احنا نجيب له خدامه. طب وايه المانع اننا نجيب الخدامه من دلوقتي؟ يعني يا ست هانم انا مقصر في حاجه؟ ما انا مكلم 60 واحد على خدامه. عم رضوان البواب موصيه بقالي 3 اشهر، ام نعيمه الغساله موصيها بقالي سنه، لوس تسليم السباك ما فتش عليه مره الا لما وصيته. لكن توصيتك ما جابتش نتيجه يا مجدي. يبقى ايه اللي في ايدي بقى عشان اعمله؟ اضرب الارض تطلع بطيخ؟ لا، تعمل زي كل الناس ما بتعمل. بيعملوا ايه الناس يا ست وفاء؟ يقدموا طلب لنقابه الخدامين. اديني مقدم طلب من 6 اشهر. ياه 6 اشهر ولسه ما ردوش عليك؟ يردوا عليا ازاي اذا كان طلبي واخد نمره 15601؟ 15601 ده ولا سنتين على ما يوصلونا. ده ان وصلوا. ده انا لسه الجمعه اللي فاتت سائل بالتليفون لقيتهم وصلوا للطلب رقم 309. يعني شوفي بقى لسه قدامنا طابور قد ايه. اسمع يا مجدي، انا عندي فكره. ايه؟ الحقيني. نعمل اعلان في الجورنال. اعلان في الجورنال؟ ايوه. والله هي فكره، بس هنقول ايه فيه؟ انت عارفه ان نقابه الخدامين شديده، والخدامه اللي تتظبط متلبسه بالعمل بدون اذن النقابه بيحولوها على النيابه عدل. عارفه، لكن احنا نقدر نتحايل على النقطه دي. ازاي؟ نكتب الاعلان بالشكل ده. مطلوب سكرتيرة. الثقافة غير ضرورية. يستحسن في من تتقدم أن تكون ملمة بالشؤون المطبخ والأعمال المنزلية. خابروا ميم عين ميم
تليفون. هلو، منزل ميم عين ميم. ايوه يا ستي، منزل ميم عين ميم. مين اللي بيتكلم؟ انا ام سيد، ام سيد الاسكندرانيه. وبتتكلمي منين؟ من اسكندريه؟ لا، بتكلم من بيتي. ها ويلزم اي خدمه؟ ايوه، انا عايزه اشوف اذا كان ممكن اوافق اني اشتغل عندكم. اتفضلي يا فندم، طلباتك. الشقه بتاعتكم كم اوضه؟ 3 اوض. وعندكم كم عيل؟ عيل واحد عمره 2 يوم. وطبعا عندكم غسالة بالكهرباء وطباخة بالكهرباء ومكنسة بالكهرباء. لا والله لحد دلوقتي ما عندناش. أفندم، وعاوزني أشتغل عندكم؟ يا فندم حضرتك اللي طلبت المكالمة. وما تختشيش على دمك يا أستاذ. الله الله وتعمل الله الله. إعلان في الجرايد. والله يا فندم أنا آسف. بلا أسف بلا قرف. أسياد ما عندهمش ذوق، ما عندهمش مفهومية. لا حول الله يا رب. ايه خير يا مجدي؟ اياك تكون لقيت حضرتها عايزة غسالة بالكهرباء وطباخة بالكهرباء ومكنسة بالكهرباء. يبقى فاضل ايه بقى؟ فاضل جهاز يعمل القهوة والشاي بالكهرباء ويقدمه للضيوف برضه بالكهرباء. والخدامة امال تعمل ايه بقى؟ تولع الجهاز وتطفيه. طب ولزومه ايه؟ ما يعملوا جهاز يولع الجهاز التاني بالكهرباء ويطفيه برضه بالكهرباء. حقه، اهو ده اللي ناقص. الو، مين يا فندم؟ مش مهم. انت مين؟ انا مجدي سلامة المحامي. كويس. محامي ايه بقى ان شاء الله؟ يا فندم انا محامي امام المحاكم الاهلية والشرعية ايوه يعني محامي جزئي ولا استئناف ولا نقض ولا ابرام ولا محامي امام المحاكم الابتدائية يا فندم. يعني مش متقيد في محاكم النقض؟ لا والله يا فندم ما اكدبش عليك، لسه قدامي 7 سنين عشان اتقيد في النقض. وعايز حضرتك خدامة؟ ايوه يا فندم. ما عطلكش. وبعدين يا اخواتي بقى. ايه يا مجدي؟ مفيش حد راضي يقبل الشغل عندنا ابدا. اللي عايزه مكنسه بالكهرباء، واللي عايزنا نتقيد في النقض، واللي عايزه اوضه بسرير ودلاب وكومودين وقرف. طب شوف مين اللي طالبك. لا خلاص مفيش داعي. الله، امال كنا عاملين الاعلان في الجرايد ليه؟ يا ستي خلاص ما تتعبيش نفسك، مفيش فايده. يا اما هيطلع لنا واحد رزل يقعد يقطم فينا نص ساعه، يا اما هتكون خدامه انزوحه تفضل تتريق علينا. على كيفك يا سي مجدي، اقوم انا ارد على التليفون. الو، مين يا فندم؟ ايوه انا السكرتيره. اهلا وسهلا، تشرفنا يا فندم. اوامر سيادتك؟ والله انا مبدئيا احب اعرف. تعرفي ايه يا فندم؟ اولا انتوا ايه ومين وكام وفين؟ والله يا فندم احنا ناس على قد حالنا، لكن اعتقد اننا هنعجبك لما تعرفينا. وساكنين في شقة 3 اوض ومفيش غيري انا وجوزي. وايه رأيك؟ والله مبدئيا انا ما عنديش مانع. اديني العنوان من فضلك. ايوه يا ستي، العنوان 3 شارع الدكتور سامي بالزمالك، شقة 13 بعد محطة البنزين على طول. وحضرتك هتشرفي امتى؟ بالكتير 10 دقايق، مسافة التاكسي ما يوصلني. ها؟ طيب يا اللي بتضرب الجرس، طيب دي طيب. افندم، مش دي شقة ميم عين ميم إلخ؟ ايوه يا ست هانم، شقة ميم عين ميم إلخ. طيب وحضرتك؟ ميم عين ميم إلخ. طب اوعى كده. اوعى كده؟ اوعى ازاي؟ الله لا، c'est impossible, je ne pourrais pas travailler comme ça, impossible. يا نهار اسود. مين يا مجدي؟ مش عارف، الظاهر واحدة من السواح غلطت وجات هنا فاكرانا الهرم. نو، أنا السكرتير.
اوه نو. يس يس. يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا، تشرفنا يا فندم، خطوه عزيزه والله. اتفضلي اتفضلي. طيب وسع السكة من فضلك. يا سلام، بس كده يا فندم، على العين والراس. يا اهلا وسهلا، يا اهلا يا أهلاً. بزيادة أهلا وسهلا، مرة واحدة كفاية. برضه واجب. مفيش مانع يا فندم، مفيش مانع. هي دي الشقة بتاعتكم؟ تقريبا يا فندم. يعني ايه تقريبا؟ كلمة واحدة، هي ولا مش هي؟ هي يا فندم، هي. شيء جميل. الحمد لله. ومين الست اللي ردت عليا في التليفون دي؟ دي يا فندم، دي وفاء. ووفاء دي تطلع ايه؟ دي يا هانم تطلع مراتي. غريبة دي. ايه هو اللي غريب يا فندم؟ دي ما عندهاش اي فكرة عن ادب التحدث مع السكرتيرات. معلش يا فندم، شوية شوية تتعلم، اصلها. الله، وايه ده كمان؟ ده والله ده ابني. ابني الصغير، اصله لا مؤاخذة بيعيط. ما عرفتوش بيعيط ليه؟ لا والله ما اخبيش عليك، لحد دلوقت مش راضي يقول لنا هو بيعيط ليه كده. طيب عن اذنكم بقى. لا على فين يا فندم؟ يظهر ان الشغل عندكم ما يناسبنيش. الله، لكن ايه؟ عاوزني اشتغل في شقة فيها عيل صغير وبيعيط كمان؟ مين اللي جه يا مجدي؟ الله، هو حضرتك؟ ايوه حضرتي. وحضرتك مش برضو؟ مراتي وفاء. انا وهي بس اللي في البيت. امال مين اللي كان وع بيعيط؟ ده ابني الصغير، اصله لسه مولود جديد ولسه معرفش دي من دي. وهيعرف دي من دي امتى ان شاء الله؟ والله ده شيء في علم الله بقى. طيب على العموم انا هقبل الشغل عندكم بالرغم من وجود الولد اللي بيعيط ده، لكن يكون في علمكم اني مش هطول عندكم ابدا. يعني بالكتير شهر ولا 2 وهقدم استقالتي. والله يا ستي بقى، يبقى امرنا لله زي بعض. المهم انك تستلمي الشغل دلوقتي. وطبعا عندكم علم بقانون نقابة الخدامين وشروط العمل. واول مربوط للتعيين. لا اطمني قوي يا انسه، من الناحيه دي هتكوني مبسوطه جدا باذن الله. كويس. وبالطبع هتفضوا لي اوضه في الشقه. نعم، اوضه. دي الشقه كلها زي ما انت شايفه كده 3 اوض. معلش يا مجدي، انا هتصرف. تتصرفي ازاي بس يا ستانم انت؟ ننقل الصالون في الصاله ونديها الاوضه تقعد فيها هي وميمي زي بعضه. امرك. لكن حضرتك بقى اسمك ايه؟ والله انا اسمي نايمه، لكن احب انكم تندهولي ناهد. ناهد؟ طب وش جاب ناهد لنعيمه؟ يا سيدي ما تاخدش ببالك، اهو الاسمين فيهم نون وخلاص. ناهد ناهد. ايه ده؟ مين اللي بيزيطوا دول؟ بسم الله الرحمن الرحيم، احنا فين؟ انا عارف، الظاهر اننا رجعنا المدرسه من تاني. ايه ده الساعه بقت 6 ونص ولسه جعوات مصحيين من النوم. ده شيء غريب، ده شيء يجنن. عجبك كده يا سماجدي؟ بسلامتها الخدامه صاحيه من النجمه تدق على دماغنا بالجرس زي اللي بينادوا على مزاد. معلش، ده لازم علشان تصحينا، لازم الناس الزواد بيعملوا كده في بيوتهم. طيب الله، يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم. خلاص يا ستي، خلاص صحينا، والله العظيم صحينا والحمد لله. ده مش اسمه كلام ده ابدا، بقالي نص ساعه بصحي فيكم. انتوا ايه نايمين تحت السرير؟ لا يا فندم، نايمين تحت البلاط. مش معقول ابدا. ايه ده، انتوا مش وراكم شغل ولا ايه؟ والله اليومين دول بصراحه اجازه، ما عندناش شغل. يا سلام، ليه بقى؟ اصل الست زي ما انت راسيه واخده اجازه وضع. وحضرتك؟ والله هقول لها ايه دي، بس واخد اجازه مرضيه. ايه ده، لكن انت صحتك زي البومبا اهي. يا ستي بس انت ايه خدامه ولا كوميسيون انت؟ شيء غريب. الله، على فين كده يا ست ناهد؟ على فين يعني ايه؟ ودي عايزه سؤال يا استاذ؟ على السينما بالطبع.
سينما؟ ايوه، الفيلم بتاع جيمس دين هيخلص بكره ولازم اشوفه النهارده. امر لله. اتفضلي يا ست. ميرسي. ها، جهزت الغدا يا ناهد؟ كمان ربع ساعه. لكن انا مش سامعه احس وابور في المطبخ ولا حاجه. وابور ايه؟ الوابور اللي بنطبخ عليه. امال هنطبخ على ايه؟ على بابور السبرتو؟ تطبخوا. متأسفة، أصلي ما عنديش فكرة عن حكاية الطبخ دي كمان. يا خبر، امال هنتغدى ازاي؟ والله أنا اتكلمت مع المطعم بالتليفون وطلبت منه لسة الغدا وهتوصل بعد ربع ساعة. مطعم؟ ألو، الشركة المتحدة؟ ايوه يا فندم. اديني مدام وفاء من فضلك. خليكي معايا يا مدموزيل ثانيه واحده. الو، مين يا فندم؟ أنا ناهد. ايه خير يا ناهد، في حاجه؟ أي، الولد بقاله ساعة بيعيط ومش مخليني أعرف أنام أبدا. تسمحي تيجي تشوفي لك حل معاه؟ لا لا لا، ده مش اسمه كلام ابدا يا مجدي. بقى شوف اما اقولك، البنت دي هتطير عقلي خلاص. وهي هتطير عقلك لوحدك؟ انا خلاص عقلي طار. تصور يا مجدي، تصور ايه؟ اجي امبارح من الشغل الاقيها نايمه في سريري ولابسه الرابط شامبر بتاعي وسايبه الولد ينفلق من العياط في اوضته، ولما جيت اكلمها ما خلصتش منها. امال انا اقول ايه بقى؟ علبه السجاير بتاعتي يا ست هانم من ساعه ما اوصل البيت تستلمها، السيجاره ورا السيجاره لحد ما تشطب عليها. ما هو كله منك يا سي مجدي. مني انا؟ ليه بقى يا ستي؟ ايوه، ما بتشخطش فيها كده زي كل الناس ما بتشخط في اللي بيشتغلوا عندهم. اشخط فيها؟ طب وانت ما بتشخطيش فيها ليه بقى؟ يعني اشخط فيها وتحت مسؤوليتك؟ اشخطي فيها ان شاء الله حتى تركبيها 60 عفريت. لكن قولي لي هنا، ايوه، على ايه الهم ده كله؟ لزومه ايه الشخط والنطر ده؟ الحكايه يا ستي مش حابه للمحاولات دي كلها. امال عايزني اعمل ايه؟ مشيها يا ستي، مشيها. امشيها؟ ايوه تمشيها. اسمعي، انا هقول لك على حاجه. طب قول. النهارده انت ايوه بعد ما انا يعني بعد ما اخرج، ايوه بعد ما اخرج انا بالسلامه ان شاء الله، ان شاء الله، تروحي نادها عليها كده بالذوق. إيه؟ بالذوق. طيب وتقعديها جنبك. وبعدين؟ ايوه وبعدين تروحي مكلماها في الموضوع. يعني اقول لها ايه؟ تقولي لها مع السلامه. يا خبر، دي كانت تاكلني، دي متوحشه مفترسه. يا شيخه يا شيخه ما تاخديش في بالك، بس انت زي ما قلت لك خديها بالذوق وبالسياسه. طب وين ما وافقتش؟ ما وافقتش؟ ما توافقش ازاي دي؟ هو ده معقول؟ اسمعي. ايوه اسمعي. ايوه نعم. اذا فرضنا انها تلحمت وما رضيتش تزق عجلها بالذوق، هتعمل ايه؟ ولا حاجه. أفندم، حضرتك بتوجهي الكلام ده ليا أنا؟ ايوه ليك يا ناهد. شيء غريب. ما هو يا حبيبتي زي ما قلتلك بالظبط، المكتب الايام دي حالته نايمه وايراداته انخفضت للنص، وبصراحه احنا عاوزين اليومين دول نوفر شويه من المصاريف. والمصاريف اللي انتوا عايزين توفروها دي ما تتوفرش الا من حسابي. ما هو يا ناهد شويه من هنا وشويه من هنا تقوم المساله تمشي. والله انا بصراحه مش موافقه على الكلام الفارغ ده. يعني ايه يا ناهد؟ يعني كان لازم حضرتك تعرفي ان اللي بتقوليه ده مش اصول. ليه يعني؟ طبعا كان لازم تبعتي لي انذار موصي عليه بعلم الوصول قبلها بشهر على الاقل. ولزومه ايه الانذار؟ هو الكلام بالبق ما ينفعش؟ نو ما ينفعش. يعني لو بعتنا لك انذار تبقى المساله منتهيه؟ يمكن. طيب يا ناهد، اما يرجع مجدي انا هقول له المساله دي ويشوف هيتصرف ازاي. والنتيجه يعني هنفضل ساكتين لها لحد امتى؟ لحد ما نسيب لها البيت ونطلع احنا في الشارع؟ ولا يهمك يا مراتي يا حبيبتي، انا هطفشها لك في يوم بليله. صحيح يا مجدي؟ هتعمل لها ايه؟ اللي هعمله انا مجدي والاجر على الله.
انت ايوه. تعالي هنا، ايه ده؟ تعالي هنا. عايز ايه؟ طبخت السنتويسي فانتكاسها بالعناقيب يا عزيزة. عزيزة؟ حضرتك بتكلمني انا يا استاذ مجدي؟ امال بكلم مين؟ لا مؤاخذة لا مؤاخذة، متأسف يا ايه، انت مش عزيزة؟ لا ابدا انا مش عزيزة. ولا زنوبة؟ ولا زنوبة. ايه ده؟ زنوبة ايه؟ تبقي لازم انت الفرخة اللي الجزار ما ذبحكيش ولا ايه؟ جزار ايه يا استاذ مجدي؟ المغفل انا قايل له يذبحك عشان نطبخ عليكي جمبري، ازاي يسيبك لحد دلوقتي من غير ما يا خبر اسود. لكن لا 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 بالعند فيه، انا حاسن السكينه واذبحك يا فرختي العزيزه. تعالي ست وفاء، تعالي ست وفاء ونبت الحقيقي يا ستي. ايه يا مالك؟ مالك يا حبيبتي؟ مجدي بيسل السكينه وعايز يذبحني يا ستي. يذبحك ليه يا حبيبتي؟ عايز يطبخ عليا جمبري يا ستي. ادي السكينه اتسنت ودلوقتي تعالي هنا. انا في عرضك والنبي 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 والنبي. ايه ده غريبه قوي، هي الفراخ بتتكلم؟ معلش يا مجدي، اهربي اهربي من قدامه يا ناهد. لا 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 يلا انت مستنيه ايه؟ تعالي هنا، سيبوني اذبحها، سيبوني. اجري يا ناهد على بره جري. خلاص يا ستي خرجت في 60 داهية. الحمد لله، بلوى ونزاحت. حق توبة من النهاردة، ما عدت اقول يا خدامين تاني ابدا. ومن النهاردة تعملي كل حاجة بايدك، وإلا ايه؟ اطبخ عليكي جمبري، انت فاهمة؟ لا على مين يا حبيبي، ده احنا دفنينه سوا. استمعتم إلى تمثيلية مطلوب خدامة. اشترك في التمثيل سناء جميل، فؤاد المهندس، خيرية أحمد، ناهد سمير، عبد الله غيث، ومحمود كامل. ساعد في الإخراج محمود يوسف. مطلوب خدامة تمثيلية من إخراج فايز حلاوة.